ميه صرف المجاري ده ميه الصرف ده. بس اوعى تجيب مباني اوعى. لا الصوت بيجي يعني انا شو بقى اتكلموا شو عايزين تقولوا ايه؟ هنقول ايه؟ شوف الترعه دهيت دي ارضك يا حاج محمد سعيد؟ دي ارض الطرمبه دي انت وشركاتك؟ طرمبه احنا وشركاتنا دول، وما يعني بتسودنا في طلوع الماء كمان. ميه ارتوازه من تحت الارض. ارتوازه من تحت الارض. ما فيش ميه. الترعه مقفوله اهي. مردومه؟ مفيش مردومه ومفيش ميه اصلا. وانتوا رجاله برضه ميه منين؟ عندكم نفس المشكله دي؟ نفس المشكله ميه تركيبه واحده. نفس المشكله. الارض باينه هي واحده. والارض فوقيه وعينه على الميه ما عادش ميه خالص اصلا. والله عنده واحد رز ما كملت ربع طن نص طن رز. ورايك في الاوقاف. الاوقاف بتبقى زمان في الجهاز سيب لهم الارض. الاوقاف هي ظل. يسيب لهم الارض. الاوقاف هي ظل. ليه ده الوزير عايز يخليها ب 4000 جنيه؟ يبقوا ياخدوها. امال نعيش منين؟ مالناش مصدر. يا عم امال هنجيب لهم منين؟ هي ارضهم. لنا رب احسن من الكل. هنجيب لهم منين يا عم؟ ده احنا من مصر وهي دي ارض مصر. هنجيب لهم منين؟ يا عم الحاج هو ربنا احن من الكل. تجيب البشمين بالمصر بالعكس. وادي الغاب ده يا استاذ محمد. الغاب على البر. صار لهم الطرمبه دي بتاعت مصباح سيد الجنانه وشركاء. الطرمبه ديت ميه جوفيه دقينا على حسابنا، وما بتطلعش الميه المظبوطه وخلت الارض ما هنجيبش زراعه. فضل حضرتك الارض بايره قدام حضرتك اهيت، والترعه مردومه اهيت، ما بتجيلناش ميه خالص. احنا في نهايه 3 ترع و3 مركز، في نهايه المركز ما بتجيلناش ميه خالص، والارض بايره ما قدرتش بتجيب تكاليفها خالص نهائيا. فاحنا نروح فين ونزرع ايه ونجيب منين؟ إيه؟ قالوا ليه وزير الاوقاف يغلي الايجار 4000 جنيه. طب الارض ما بتجيبش 2000 جنيه في السنه، هنديله 4000 منين؟ إيه؟ نبيع عيالنا. اتفضل حضرتك الارض قدامك بايره يا حضرتك، سواء الارض اهي. الترمبه تتكلف 10000 جنيه. تتكلف على حسابنا ايه؟ الارض الترمبه ده على حسابنا، والارض بقت مالحه قدام حضرتك، نطره سبخ ملوحه اهي. اهي اهي وما بيجيبش. بنشوف السواد الالوان الزرعه بتمسك في الارض، زراعه بره في الارض، وانشبكت تجيب ربع محصول. الحاج اتكلم. اتكلم ولا تقول اله يا الا عم الله. الاوقاف ومشاكل الاوقاف وغلو الايجار اللي هو جايب لك. مش انت قلت ارضك بتجيب لا ارض ما بتجيبش. ارضك بتجيب 4000 جنيه في السنه. لا ارض ما بتجيبش حاجه، ارض ما بتجيبش حاجه، والارض هنا في نهايه الترعه، والارض هنا ما بتجيبش اي حاجه، والماء مش واصلها اصلا. يبقى الارض ده هتجيب منين؟ إيه؟ طب ما انت ده ترمبه اهوت مكلفاك 15000 جنيه وبتجيب ميه جوفيه. بتجيب ميه وحشه. انت ايه رايك في الاوقاف يا حاج محمود؟ السلام عليكم. هي غاليه انا محمود السيد من البهليه. طبعا الاراضي كلها قدام سيادتكم هي ما بتجيبش اي حاجه، الناس بتفضل تفلح فيها طول السنه، لا بتجيب الوفات ولا بتجيب 500 حبه. اهي والترعه هيت والطرمبه هي اللي احنا دقينها. كل حاجه على المكشوف اهي، يقول لك 4000 5000 ما يجي يشوف الربا اللي في الحشيلين بيجيبوا بالنهار. طبعا لا ينفع زياده الايجار ولا ينفع حتى الايجار حتى ليه ماشي عليه. احنا عارفين ندفع الايجار، مش لاحقين ندفع الايجار، هندفع زياده في الايجار. هو لو في واحد مسؤول يجيب لك ليله واحده في الغيط ولا شغال خاص زي ما يدي الفلاح فلوس مش هياخد منه فلوس، يديله فلوس كمان.
وقعد كله امراض. قاعد في تكييف وقاعد في مكيف وتحضيره الناس ساعه بتخدمه. يجي يبص لنا الفلاح كله امراض. احنا ما بيصفوش في السنه 500 جنيه كنا بندفع الاوقاف من جري اولادنا في بلاد الخليج في ليبيا. ما عادش لا ليبيا ولا عاد خليج. احنا عايشين على الميه الجوفيه وميه كلها امراض اهي. ميه الترعه كلها ميه صرف صحي. لما جالنا الفشل الكلوي والكبد والامراض والبلهارسه والامراض المستعصيه كلها. يجوا يشوفوا الارض، يجوا يشوفوا الارض دي، يجوا يشوفوا الارض دي. الارض الفدان ده هيجيب 4000 جنيه، الفدان ده ما بيجيبش 400 جنيه في السنه. الفدان ده ما بيجيبش 400 جنيه، ارض محاحه اهي. هم بس بيتكلموا هم قاعدين عندهم، بيتكلموا هم قاعدين في المكاتب، يجوا يشوفوا هنا على الطبيعه. حاضر. ايه رايك في الاوقاف؟ والله الارض بتشرب ميه من المصرف والميه. الارض ما بتزرعش خالص. الارض ما بتجيبش زراعه، ما بتجيبش حتى اللي يرجع لعندك كلهم. وعاوزين يزودوا الايجار علينا كل شويه، عاوزين يزودوا الايجار. الناس مش لاقيه عليك، الناس ما عادش لاقيه تاكل. والله الناس ما عادت لاقيه تاكل. وعادت عايشه يا ربنا اللي عالم بها. يلا يابا ها. ايه رايك في الاوقاف؟ بطل بقى عمال اشوف الصباح. اتكلم يا عم. هتقول يا عم ايه رايك في الاوقاف؟ هي استبدادية. بس ما تتكلم يا عم. لا، هي اولا مش موفره لنا اي حاجه، ولا كل ترع مقفوله، اراضي بايظه، كل سنه يرفع على الايجار ويجيبوا لي بقصر راجع بسنتين ثلاثه. وضرايب عقاريه. هو فين اللي هو يقول لك هي مصر الجديده؟ مش مصر الجديده. احنا ما صدقنا ان الظلم راح. هل هم بيبداوا عصر اسود من اللي فات وجايين يطبقوا ظلم جديد؟ يجي يشوف. انا اتحدى، شوف وزير الزراعه كلامه لا يخرج من تحت رجليه، وزير الاوقاف ملوش اي قرارات. الهيئه كل القرارات بتاعته
في رئيس مجلس الاداره اللي قاعد في القاهره على مكاتبه ما هوش شايف الظلم بتاع الفلاحين. احنا ولعنا في الاراضي بتاعتنا السنه دي في الارض من غلو الانفار. اجيب نفر ب 50 جنيه يجمع قدامي ساعتين ويطلع الرز اهوت. اتحدى لو جه وشاف الفدان لا يتعدى الطن ونص، يجي يتفرج على الاراضي كلها سبخ. واحنا برضه مصممين ومش هندفع ايجار. انا عن نفسي انا مواطن من هنا من القريه ديت، انا مش هدفع ايجار مدى الحياه لو هيجي يعتقلونا حتى. بتروح منين؟ انا بروح منين؟ من الصرف. بروح منين؟ ترمبات مدوقه في الارض على حساب الشخصي وبروح منه. ترمبه بتتكلف 10 12000 جنيه وبعملها. بل والميه ديت بتحل الاراضي وتبوظها. الميه المعين بتحل الارض. نعمل ايه يعني؟ غصب عننا. انا هو ما اعرفش اي حاجه. ايه رايك في الاوقاف حاج يحيى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه الاوقاف دي اساسا جعلت للفلاحين، لان هي ارض وقف للغلابه والمساكين، واحنا ما شفناش منها الا كل اذى وكل اهانه وكل اللي عليه نص جنيه يروح يتحبس. نص جنيه يروح يتحبس، والنص جنيه يتعمل بفوائد متراكمه يمكن الفايده 100%. ودلوقتي الاوقاف دي بقى لها دلوقتي ازيد من 110 سنه، والاوقاف دي اصلا وقفيه خيري لهيئه لكليه القاهره، لبنايه جامعه القاهره. وجامعه القاهره اتبنت بقى لها 100 سنه وانتهت. والاوقاف ديت ما فيش ولا واصل لنا ميه، وارضنا مملحه، وارضنا بتشرب ميه ترمبات، وما فيش هنا صرف زي ما خلق ربنا. والناس دي كلها صور الترع كده، شوف دي منظر ترع دي مطهره دلوقتي. ايش اتكلم اللي بالنسبه مثلا الايجار على زمان كان مثلا الفدان 3 جنيه 4 جنيه، دلوقتي عايزين يعملوه ب 4200 اذا كان الناس دخلت السجن من غير زياده. هتعمل ايه بعد الزياده؟ هتنتحر بقى ولا الناس تشنق نفسها ولا الناس تعمل ايه يعني؟ الناس تبيع عيالها عشان تسدد الاوقاف؟ شكرا. حاج رمضان. اهلا محمد بيه. انا رمضان السيد الشربيني من البقليه ومقيم في قريه البقليه. القريه دي يا سعاده البيه عمرها اكتر من 300 سنه. هيئه الاوقاف جات لنا ما كملتش 100 سنه وادعت ان الارض بتاعتها. فاطمه هانم دي اصلا تركيه ما هيش مصريه. الارض دي اللي مصلحها اجدادنا وابهاتنا واحنا تورثناها عنهم. وجت هيئه الاوقاف خرقت استولت على الارض. قلنا ما ايه؟ احنا عايشين حتى بيوتنا مستولين عليها. اللي اولادنا سافروا الخليج وسافروا ليبيا ويجوا يبنوا البيت. الهيئه تيجي تقول الارض معاها ملك الهيئه. ملك الهيئه ازاي؟ يقول لك هو كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه القريه دي في 67 انهانت، في حرب 67 نكسه 67 انهانت، ووقفنا جنب قاعده المنصور. في 73 وقفنا بكل امكانياتنا. لذلك احنا كنا بنجمع في الغيطان واولادنا الطيران الاسرائيلي ضرب عليهم وناس ماتت وناس اتعورت واتبهدلنا. وفتحنا لنا بيوت للقوات المسلحه عملتها مخازن. القوات اللي كانت منتشره في الغيطان بقينا نطلع لهم اكل طقه زي التعيين بالظبط وجاهدنا معاهم في الحرب. بعد ده كله الهيئه والدوله بكافئونا بيحكموا علينا بكده. انا بطالب الرئيس السيسي، بطالب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بان الرئيس جمال عبد الناصر زعيم جمال عبد الناصر قال كلمتين. قال ارفع راسك ياك ان انت مصر واهل الارض لمن يزرعها ومحى الاقطاع ومحى الاوقاف. الرئيس السادات قال كلمه، قال اللي له مسكن واللي له ماكل وله مدفن طبعا الجنسيه المصريه. احنا الحمد لله ملناش مسكن، ما اكلنا من عرقنا، مدفننا حتى بالايجار. احنا ميتين والهيئه بتحاسبنا. في ايه لسه ناقص؟ ان ما كناش لادين عليكم يا جماعه، ان ما كناش لادين عليك يا سياده الرئيس، حملونا ودونا علي حدود. انت عندك حدود السودان وعندك حدود ليبيا وعندك الحدود الثانيه اسرائيل وعندك البحر الابيض. ارمينا في اي حته. بلاقي القريه ديت الهيئه مستوليه عليه ومستعبداها. احنا كده عايشين في استعباد.
ده احنا مش لاقيين ناكل. هو انا معايا 16 قراع ومعايا 4 رجال، هيعلموهم ولا هياكلوهم ولا هيجوزوهم ولا يبنوا لهم؟ نجيب منين؟ نجيب منين؟ حاسبونا يا جدعان، حاسبونا، نجيب منين؟ يا سياده الرئيس مش احنا الفلاحين، شوف الفلاحين اللي عندهم بال50 فدان وال100 فدان وال25 فدان، هم دول الفلاحين، مش الفلاح ابو 10 قريط و8 قريط بتحط على دماغه، كمان جايب لي ضرائب عقاريه من 7 سنين ورا. ليه؟ هو انا مالك؟ ده انا مستاجر، ده انا مستاجر، جايب عليها ضرائب عقاريه ليه؟ ده ظلم، ده عدل، ده ظلم. وشكرا يا سياده الرئيس. ايه رايكم في الاوقاف يا حاج؟ والله لو وقف محمد غرفاني. اي والله. والايجار غالي والارض ما بتجيبش زراعه وانتم شايفين والارض على الطبيعي يجي يشوفوها. ما فيش ميه ولا في ميه وارض سبخ وارض ما بتجيب حاجه. مش ما بتجيب حاجه يا استاذ محمد خالص. الاول ايه رايك فيه؟ الاول الايجار دي يا عم احنا عارفين نمشي دلوقتي. الارض كانت اصلاحها اساسا وهم واخدينها نظاره. ده احنا مش عارفين نسدد 1000 جنيه. الدوله كلها اتملكت ما عدا احنا دفعنا فلوس الوقت كانت تملك زي اي بلد يجي 100 مره. فبنطالب الرئيس بارضنا تبقى اصلاح زي ما عبد الناصر سلم لنا اصلاح. اتكلم يا حاج اتفضل. بالنسبه للقطن يا باشا ما جابش مصاريفه ولا تعبه ولا ازاي ندفع الايجار ده. بالنسبه له خد اكتر من ما جاب، زائد ان المحطوط في المقدار ما اتباعش. اجيب منين ادام القطن ما اتباعش وادام احنا صرفنا وارض اوقاف واعمل فيها ايه؟ طبعا ده كل هاته اتحمل انا ازاي واجيب منين؟ والرز جاب ايه؟ رز ما جابش. الفدان ما جابش طن رز. الفدان ما جابش طن رز والله ما جاب طن رز. ما فيش ميه طلع ما فيش ميه. بنطالب خبير زراعي عنكم. ما فيش ميه والارض اتسبخت وما عدناش عارفين نشتغل فيها. عاوزين خبير يجي يعاين الارض ويعاين التربه بتاعتها. وبعدين الارض دي كان الزعيم عبد الناصر بسلم لنا اصلاح والاوقاف خدتها نظاره. والاخر قلبوا الايجار علينا من 15 جنيه الفدان لما وصلوا له 600 جنيه. الوقت وصلوا له 1200 وعاوزين يرفعوه كمان. والارض ما بتجيبش ب 1000 جنيه رز وميه معيا. احنا في اخر الترع. والله الفدان ما يجيب ب 1000 جنيه. بقول لك احنا في اخر الترع، في نهايه الترع على مستوى الجبال. 1000 جنيه رز. احنا عندنا 30 قراط جايبين 6 شكاير رز. خد يا عم 30 قراط جايبين 6 شكاير رز. جابوا كماوي ولا جابوا تمليه ولا جابوا ايه؟ والكيماوي اللي هم رفعوا سعره في الجمعيات. رفعوا سعره في الجمعيات. رفعوا سعره في الجمعيات. 150. شكاره الكيماوي 140 جنيه و135. هتبقى بره ب 200 وشويه. يعني ما فيش كيماوي بره في الجمعيه وبيرفعوا سعره. احنا بنطلب من سياده الرئيس اللي هو سياده الرئيس السيسي زي الزعيم عبد الناصر الله يرحمه اللي هو يشوف لنا الايجار ويشوف لنا الارض دي يخليها اصلاح زي الدنيا كلها ما كانت اصلاح. دوكا كان زعيم وده زعيم ثوره زيه. فاحنا بنتوصل ليه اللي احنا ناس غلابه وبلد غلابه، ان كانت بيوت اوقاف ان كانت ارض اوقاف. اللي هو ويشوف عيالنا يوظفونا وياخدوا الارض مش عاوزينها. نتوظف زي الناس وياخدوا الارض مش عاوزينها.